السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا اللي انتوا شايفينه ده عرفتوا على طول ان هعمل ايه. طبعا معايا هنا سمنة في الحلة، ونزلت فيها ببصلاية مبشورة ناعم كده، اللي هو مخرطاها ناعم. وطبعا في الطاسة دي هقلي سمك. يبقى انتوا عرفتوا السمك. هعمل سمك ورز طبعا مع السلطة على الفطار. آه والله يا جماعة انا غصب عني، علشان مش بنزل الفيديو لما بصوره في نفس اليوم. انا بقيت بنسى اصلا انا مصوره الفيديو ده يوم والله. حبايبي كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتوا شفتوا كده تبلت السمك. السمك حاطه فيه في ناس بتحب تحط فيه تومه اللي هو. وبالمناسبه انا هنا حطيت ليمونه، الليمون اللي هو الغامق ده المجفف. وفي هنا في السمك ده في ناس بتحط له توم، وفي ناس ما بتحطش. بس طبعا صيام وكده فانا مش حاطه يعني فيه غير ايه، اللي هو حبه كزبره خضراء مع طماطمايه وليمون. يعني حاجه بسيطه كده، اللي هو ايه، حشوه خفيفه في بطن السمكه. وهنا الرز معايا انا غسلاه، وحمرت البصله زي ما انتوا شايفين كده، والرز صفته كويس. هفضل اقلب بقى فيه كده لغايه ما احس ان هو خلاص مش محتاج تاني، اللي هو ايه، يبقى منطور معايا قوي. كان لسه بقى ايه حبه من الرز. وهنا السمك قلبته. هفضل اقلب فيه كده لغايه ما الاقيه خلاص بقى منطور كده ومفلفل كده. مش اللي هو عاوز تشويح تاني. وما شاء الله عايزه اقول لكم هو كده لون البصله يا جماعه لازم يبقى كده. وفي ناس بتغمق اكتر من كده، وفي ناس مش بتحب تغمقها اصلا. بس هي بالنسبه لي كده يعني، ولا حمرا قوي ولا يعني ولا محروقه او فاتحه خالص، يعني هي كده مظبوطه. طبعا كل واحد على حسب ما بيحب يا جماعه، طبعا الاكل ده اذواق. هنا خلاص لسه في معايا سمك كمان. هو ما شاء الله علشان السمك برضو كبير. الطاسه مش واخده غير 3 يعني كده. انا طبعا بعمل الاتنين مع بعض، مش طبعا مش عشان بقلي سمك هنسى الرز، او بعمل الرز هنسى السمك. لا، انا هنا يعني واقفه ايدي هنا وهنا. طبعا يا جماعه انا بعمله بميه زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت له ميه سخنه. انت عايزه تعملي بشوربه ماشي، مش عايزه براحتك. لا انا بعمل بيبقى بنزل ميه من السخان على طول، يعني بنزل الميه من السخان على الرز على طول سخنه. والملح طبعا هنا زي ما انتم شفتوا كده، برضو بيرجع على حسب الكمية اللي انت عاملاها. كل سنة وانتم طيبين. يا رب تنهد عليكم الأيام بخير يا رب، وعلى الأمة الإسلامية جميعا. طبعا الليمونة دي هو أنا صراحة حبيته يعني في الأكل والرز وكده. طبعا هنا كده خلاص كان آخر حاجة. لا لسه في تقريبا سمك تاني. ما شاء الله يعني كانت كمية برضو حلوة. وهنا الرز خلاص كان بدأ يتشرب الشوربة. انتوا شايفين؟ خدتوا بالكم؟ كل ما اضغط على الليمونة دي تحت تطلع تاني. خلاص بقى هنا كنت خلاص قربت اخلص، والرز دخل على سوا. هوطي بقى على خالص وهسيبه براحته لغاية ما اخلص اللي ورايا كله. والسمك دي اخر حاجة هطلعها. حبايبي اللي لسه بيشوفوني لأول مرة، يا ريت تدخلوا تتفضلوا في القناة وتسيبوا لي كومنتات كده حلوة، وان شاء الله تتابعوني وتعجبكم فيديوهاتي. شايفين ما شاء الله الرز منطور ازاي بالكمية اللي انا حطيتها. هنا بقى خلاص كنا حطينا. شايفين بقى ما شاء الله. ادي الرز والسمك. السلطة والبلح اساسي، السلطة والبلح اساسي، وصينية العسير. طبعا زي ما انتوا شايفينه يا جماعة. اقول لكم على حاجة، انا بحب نعمل عصير طبيعي، جوافة، برتقال. يلا كل سنة وانتوا طيبين.